بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم لقاه. وبعد، فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعالم الحقيقي من كان وريثا محمديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يكون العالم على هذا المنهاج فإنه لا بد أن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في إيذاء الناس له. الرسول أوذي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي فإن العالم لا بد أن يؤذى. والعالم الذي لا يؤذى كما قال شيخنا الشعراوي لا يكون عالما، وإنما يكون مائلا. ولذلك حينما جاء الإيذاء على العلماء كان ذلك دليلا على أن الله قبلهم، وأنه أعطاهم ما منحه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة يعيش في إيذاء على الدوام إلى آخر لحظة في حياته، والعلماء من ورائه على هذا الحال. ما من عالم إلا وأوذي. واقرأ سير العلماء والأئمة والذين عاشوا في صلاحهم مع ربهم تراهم على هذا الخط من الإيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان الأستاذ الكبير المفكر الشهير في تركيا العلامة محمد فتح الله كلن أوذي في سبيل الله فهذا دليل على قبول الله له. وإذا كانوا قد قالوا فيه إنه أقام من حوله جماعة سماهم بجماعة الخدمة وأنهم من الفرق الضالة، نقول ردا عليهم: الحمد لله أنكم أردتم إيذاءه ليكون مقبولا عند ربه. هذه واحدة. أما ما جاء في كتاب النور الخالد فأنا قد شرحت في الدرس الأول وقلت إن صاحب الكتاب بتوفيق الله له وبفضل الله عليه جعل العنوان يدل على ما في نفسه. عرف أن نور النبي صلى الله عليه وسلم وهو النور المعنوي صار من يوم أن أنزل عليه اقرأ، صار هذا النور موجودا على الدوام في الليل وفي النهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسيكون هذا النور وهو القرآن في جنة الله، فهو نور خالد. فإذا قيل في العنوان النور الخالد ثم إن هذا النور تجسد في رسول الله، ولذلك سماه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرأت لشيخنا عبد الحليم محمود أنه قال: إذا أردت قرآنا مسطورا ففي المصحف، إذا أردت قرآنا منظورا ففي كون الله، وإذا أردت قرآنا مطبقا ففي رسول الله. ولذلك قال: الرسول تقرأ. قال: إذا صحت هذه العبارة. معنى تقرأ يعني أنه طبق القرآن تطبيقا حرفيا. ما رأينا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان على سنة القرآن. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قرأت هذا الكتاب قراءة ليست قراءة لنفسي، وإنما بتوفيق الله في هذا المكان من 4 سنوات ونحن نقرأ الكتاب كلمة كلمة، حتى إن البعض أشار علي بجمع المعاني فقط، قلت لا، نقرأ الكتاب كلمة كلمة لنقف عند كل عبارة كما تعلمنا من شيوخنا. والحمد لله ما رأينا معنى إلا وهو مأخوذ من كلام الله أو من كلام رسول الله، وما رأينا حقيقة إلا وهي من الكتب الموثقة التي سردت
أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته في الحياة. ولهذا أعددت هذا الكتاب للطلاب ليكون أسوة حسنة بإشارة المولى تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ودائما أقول هذا الكتاب ليس بكتاب سيرة لسرد الأحداث، وإنما هو كتاب تعليم وكتاب حياة، لأنك تريد أن تكون من وراء رسول الله. فهذا الكتاب يعلمنا كيف نسير الحياة على خط الله المستقيم من وراء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الكلام الذي قيل فيه كلام مشوش. وفي نهاية المطاف أنهم يقولون إنه قال في بعض كتب إن الإيمان بالله وحده يكفي. هذا كلام مقتطع من كلام الشيخ، وهذا كمن يقتطع الآية من القرآن لنفسه ويقول إن الله يقول: فويل للمصلين. هل يصح هذا المعنى على هذا القطع؟ هذا كلام باطل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن حينما يقول الشيء يكفي الإيمان بالله وحده، أي لتبتدئ به الحياة، وبعد الإيمان يكون الإسلام، لأن الإسلام والإيمان يخرجان معا من مشكاة واحدة، فلا إيمان بدون إسلام ولا إسلام بدون إيمان. هذا هو المفهوم من كلام الشيخ. أما أخذهم الكلام بهذا الاقتطاع كمن قال فويل للمصلين. في نهاية المطاف الكتاب يقال إنه يدعو إلى العنف أو الإرهاب أو التكفير. ليس لهم من دليل من كتاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بالنور الخالد. لماذا؟ لأن الكتاب يدور حول مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة بالسلام والرحمة والإكرام. يعني كان صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في الدرس السابق في يوم الخميس كان يحمل أولاده وأحفاده على ظهره، حتى إن بعض العرب لما قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: نعم، هكذا أفعل بأولادي. فماذا تفعل أنت بأولادي؟ قال: لا، أنا إذا دخلت وقف الجالس وسكت المتكلم. قال: أو أملك؟ يعني لو استطعت أن أملك أن أعنفك أو أن آخذ بحق الصغار لفعلت، ولكنه رسول الله وهو رحمة العالمين. إذن فكل ما في الكتاب له أصله الذي أخذ منه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنني أرى فيه أنه أصلح كتاب يدرس في هذا العصر، لأنه كتب بلغة العصر. صحيح يعني الشيخ قاله باللغة التركية، إلا أن الذين قاموا على الترجمة ترجموه ترجمة نقول هي إلى الصواب أقرب في كل العبارات. ولذلك نسختي أنا أحيانا أعدل بعض الكلمات أو بعض العبارات. لماذا؟ لأن اللغة ربما يعني أخذت الإنسان واحتاجت إلى تعديل. أما المعاني والمقاصد والموضوعات فالحمد لله رب العالمين تسير في نور المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.